عايز الحق، لو دخل كل منا قلب الآخر لأشفق عليه. في يوم من أيام شهر رمضان من 6 سنين كتبت بوست عندي على الفيسبوك، بوست عادي، بوست ما فيهوش أي حاجة يعني، بوست غير خلافي تماما، لا بيتكلم في الكورة ولا في الدين ولا في السياسة. كتبته وبعدها بحوالي ساعة أو حاجة من بعد ما كتبت البوست فوجئت بتعليق حد معلق، يعني تعليق سخيف قوي، سخيف جدا، سخيف وفيه إهانة ولا يمت للذوق بصلة يعني. عادة في المواضيع اللي زي كده او في المواقف اللي زي كده بعمل حاجه من الاثنين يعني، يا اما بعمل بلوك للشخص وخلاص يعني، يا اما بدخل ارد عليه واتجادل معاه واتكلم معاه في وجهه نظره. بس الفكره ان الشخص اللي معلق التعليق ده ما كانش بيقول وجهه نظر، هو كان بيقول قله ادب بس. واحد داخل يشتمك وخلاص، لمجرد الشتيمه وخلاص، يشتمك في سطرين ثلاثه يعني. الفضول خلاني ادخل ابص على البروفايل بتاعه، تدخل تبص لما بنعمل بلوك نبص، يمكن تلاقي حاجه ايه تحسسك ان ايه، لا خلاص ممكن يكون ده انفلات اعصاب او يكون كذا. دخلت بصيت، راجل مهندس يبدو محترم جدا جدا، صوره كلها صور شخص يعني، شخص من الناس يعني، مش حد بايظ يعني. فكل ده بقى بيزود علامات الاستفهام جوايا. طب انت بتشتم ليه يعني؟ لو انت حد محترم قوي كده، ايه اللي خلاك تدخل تشتمني وانت ما تعرفنيش بشكل شخصي، وتشتمني كمان على بوست غير جدلي بالمره يعني؟ برجع في البوست اللي هو كاتبها عنده على البروفايل، لقيت ان هو كاتب بوست من حوالي، كان قبلها يعني بحوالي شهرين، كاتب بوست بينعي فيه مراته، وكان واضح ان هو مصدوم جدا من وفاه مراته. كلمات بقى من نوعيه سبتينا لمين، هنعمل ايه من بعدك، انت ازاي تمشي من غير ما تقول لنا، طب انا هتصرف ازاي، طب الولاد هيعملوا ايه، سيبك مني انا كبير، الولاد بوست مؤثر جدا يعني، بوست بينعي فيه مراته بشكل كانه بيكلمها يعني. بعد البوست ده بحوالي اسبوع بوست تاني برضه بيتكلم، بيواجه فيه كلامه لمراته، بيقول لها انا لغايه دلوقتي مش عارف اتجاوز ان انت مشيتي وانك بعدتي، انا ما بعملش حاجه خالص غير ان انا عمال ابص لصورتك وبكلمها، انا والولاد برضه نفس الكلام. الراجل متاثر جدا بوفاه مراته. بعدها بحوالي اسبوعين بوست ثالث، وده كان اخر حاجه هو كاتبها على بروفايله يعني، انه بيقول لها كانه بيكلم مراته، بوست برضه بيقول فيه انا نزلت الشغل والولاد رجعوا المدرسه تاني، بس برضه لسه مش قادرين نتاقلم على غيابك. عايز اقول لك ان فلانه اللي هي بنتهم الصغيره عملت كذا 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 في المدرسه، وفلان هو ابنهم عمل كذا 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 كذا، عمال بيحكي معاها كانها واقفه قدامه يعني. وانت بتقرا البوستس بتاعته الثلاثه، يعني غصب عني الواحد قلبه اتنفض يعني. حسيت ان الراجل ده عنده مشكله كبيره، وتحول غضبي منه من التعليق بتاعه لشعور بالتعاطف، التعاطف الكبير. اتصلت بصديقي الدكتور النفسي الدكتور احمد كمال، هو دلوقتي حاليا موجود في امريكا يعني، رغم فرق التوقيت وان وقتها كان هو المفروض يكون في شغل يعني، بس ما قدرتش، رحت متصل بيه كلمته، قلت له عايز اكلمك ضروري، وحكيت له على الموضوع، قلت له انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده. فقال لي بمنتهى السرعه، قال لي الراجل ده بيعاني من الاكتئاب ده، عايز تخدمه فعلا وتفيده ووديه لدكتور بسرعه، لازم يروح لدكتور فورا. قلت له انا ما اعرفوش، ده مش حد صاحبي، ده واحد انا حكيت له الموقف يعني. قال لي برضو، ما انا بقول لك الحل يعني، في الاخر انا بحلل لك الشخصيه، بقول لك ان ده لازم يروح لدكتور فورا، هو بيعاني من اكتئاب ومن صدمه الفقد، فلازم يروح لدكتور ويتابع معاه. المهم يعني ربنا وفق بشكل او باخر، وعن طريق بعض الاصدقاء المشتركين يعني، 3 سلاسل من الاصدقاء، قدرت ان اوصل للشخص ده، وقدرت ان انا انصح حد من اصدقائه بالنصيحه دي ان هم يودوه لدكتور، وفعلا الحمد لله جبنا ترشيح لدكتور نفسي كويس جدا في مصر، وودوه والحمد لله تعالج وتعافى. مش كل حد بيبان قدامك عصبي او منفعل او سليط اللسان او بيبقى فعلا هي دي شخصيته. كل واحد فينا جواه معارك بيخوضها، مفيش حد من اللي حواليه يعرف عنها حاجه. شويه لين ومسامحه ممكن يوزنوا الكفه ويعدلوها. لو دخل كل منا لقلب الاخر لاشفق عليه. ما تستغربش لما تلاقي حد كبر في يومين 3 قد عمره كله، ما هو الحزن بيزود العمر عمرين فوق العمر. انت شايف الغلاف الخارجي والنتيجه النهائيه بدون ما تكون عارف اي حاجه عن تفاصيل المحطات اللي قبل كده. الناس اساتذه في الحكم على غيرهم من بره، محدش عارف مين عنده ايه ولا بيمر بايه. بالتالي من الخيابه انك تفتكر ان لحظات هزيمتك او هزيمه غيرك لحظات دائمه، وهي نفس الخيابه اللي بتخليك تحكم على الناس من براهم وتتغاضى عن ظروفهم وعقلهم وحقيقتهم. الحياه صعبه في المطلق على كل الناس، ومش بيهونها الا شويه لين وتفهم واستيعاب.